السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، هذه الدنيا هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبتلون ويمتحنون، والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يبتلون ويمتحنون، والأولياء والصالحون والعلماء يبتلون ويمتحنون. وهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في آخر حياته وقبل وفاته كان رحمه الله تعالى كثير الأوجاع والأسقام، وكان يشكو من مرض البواسير خاصة، وقد بلغت منه في أواخر أيامه مبلغا عظيما، فكان ربما ركب فسال الدم من عقبيه، وما لقي أحد من السقم مثل ما لقي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن هذا لم يكن ليصرفه عن الدروس والأبحاث والمطالعات. ولما كان في مرضه الأخير دخل عليه تلميذه المزني فقال له: كيف أصبحت؟ استمعوا جيدا أيها الإخوة إلى هذا الكلام، وكلنا ذاك الرجل الذي سيفارق هذه الدنيا أيها الإخوة الكرام. فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا. الله الله. وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله عز وجل واردا. ولا والله ما أدري هل روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما،
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. الله. أسمعتم أيها الإخوة؟ أسمعتم إلى هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الختام. كما قلت لكم أيها الإخوة الكرام، كلنا ذاك الرجل الذي سيرحل عن هذه الدنيا. إننا سنرحل من هذه الدنيا وسنفارق الأهل والأصحاب والأحباب، وسنشرب كأس المنية، وسنرد على الله. يا رب يا رب يا رب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأحسن ختامنا أجمعين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب يا رب يا رب، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، واستغفرناك من جميع ذنوبنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم تب علينا يا تواب. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا يوم القيامة عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستعدون إلى لقائك، واجعلنا من الذين يحبون لقاءك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا، واقض لنا حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.